السلام عليكم، رمضان مبارك كريم أهلنا جميعا. كما تعرفوا خلال هذا الشهر الفضيل كيكونوا تغييرات كثيرة في نمط الحياة ديالنا، سواء على مستوى التغذية ولا على مستوى النوم. هادشي تيترتب عليه بزاف ديال المضاعفات. خلال هاد الحصه غنحاولوا نقدموا نصائح سواء للناس اللي ما عندهمش امراض والناس اللي عندهم امراض مزمنه ونساء الحوامل والمرضعات باش نحافظوا على مستوى الطاقه ديالنا خلال هذا الشهر الكريم. كاينين بزاف ديال النصائح، اهمها نحافظوا على تغذيه متوازنه ونحافظوا على ساعات النوم ديالنا. بالنسبه للتغذيه بيان سور اهم وجبتين عندنا هما الفطور والسحور. ما خصناش نقزوا في الوجبه ديال السحور. بزاف ديال الناس تيتغافلوا على هذه الوجبه، هي وجبه مهمه جدا باش نحافظوا على مستويات الطاقه خلال اليوم. وبيان سور وجبه الفطور، هاد الوجبتين خصهم يكونوا غنيين بالالياف وبالكربوهيدرات والبروتين. ونحاولوا حتى خدينا السكريات ناخذ سكريات بطيئه بحال التمر، لا على مستوى الفطور ولا على مستوى السحور، تيكون الامتصاص ديالهم بطيء، دونك تيكون عندنا مستويات ديال السكر متوازنه خلال النهار. ونتفاداو السكريات السريعه اللي هما بحال المشروبات الغازيه، هادو الحلويات حتى هما تيكون تيديروا لنا ارتفاع كبير تاع السكر ومن بعد هبوط حاد، هذا اللي تيعطينا الاحساس بالخمول، التعب، وبعض المرات تيكون الم ديال الراس. دونك من الافضل هاد السكريات السريعه نحاولوا نتفاداوهم ونركزوا على السكريات البطيئه كي قلنا بحال التمر. بيان سور نحاولوا خلال فتره الافطار ناخذوا كميات مناسبه ديال الماء. نحاولوا نوزعوا على ساعات الافطار، من الفطور وقيته تاع الليل وعاوتاني في السحور. بيان سور نحاولوا كي قلنا النوم نحافظوا على ساعات نوم ما امكن معتدله بحال الايامات اللي قبل. ما بقاوش سهرانين الى مثلا 3 و4 ديال الصباح وتنعس واحد ساعتين 3 سوايع. هادشي تيأثر بيان سور على المستوى ديال النشاط خلال اليوم. ونحاولوا كذلك اللي كان كيمارس الرياضه يحاول يحافظ على نشاط رياضي منتظم خلال شهر رمضان. العادات السيئه اللي خصنا نتجنبوها خلال رمضان هو عادات تيأثروا لنا سواء على الصحه ديالنا، ما تيبقاش الانسان قادر يدير الاشغال ديالو بصفه عاديه، يقدروا ياثروا لنا على الامراض المزمنه اللي ديجا تتكون، وتيأثرنا حتى على اننا نغتنموا فرصه شهر رمضان، نديروا العبادات ديالنا، صلاه التراويح وقراءه القران وما الى ذلك يجب تجنب هذه العادات السيئه. اهم عاده هي الاكثار من السكريات السريعه، بالاخص خلال وجبه الفطور. الناس تمشيو تاكلوا الحلويات بزاف، السكر تيطلع بزاف ومباشره دونك تيكون عندنا واحد الافراز كبير تاع الانسولين، ومن موراها انخفاض سريع عاوتاني ديال السكر. هاد التغييرات في مستويات السكر في الدم تتعطينا واحد الاحساس بالخمول، تتعطينا الام ديال الراس. من الافضل نتجنبوهم. واضافه الى ذلك السهر بزاف واننا نقلصوا ساعات النوم. تلقى بعض الاشخاص تينعسوا حتى 3-4 ساعات في النهار، هذه حتى هي تتاثر. عدم شرب الماء بكميات كافيه، بالاخص الماء اكثر من العصائر، وهذا الناس تيقولوا لا راه تنشرب سوائل في جهه اخرى بحال العصائر، وهذا لا، ديما الماء عنده الاهميه ديالو. العصائر تيكون عاوتاني فيهم واحد المستوى كبير ديال السكر، من الافضل ما نكثروش منهم. وكذلك نتفاداو الاغذيه اللي فيهم الحموضه كثيره والحر كثير، تاثروا لنا على الالم ديال المعده. واضافه بحال الحار وهذا تيزيدوا لنا مستويات العطش في الدم. وكذلك ان الانسان اللي كان كيمارس الرياضه تيحبسها في رمضان، هذه عاده سيئه. من الافضل نحافظوا على واحد ماشي الجهد الكامل اللي كنا كنديروا قبل رمضان، ولكن ادابطيو مع ساعات الصيام.